ده أسرع وأحلى غدا هتجربوه، سهل جدا وبسيط ومناسب للناس اللي بتخفف، هيعجبهم قوي. البطاطس مستوية هي والفراخ واخدين لون حلو قوي وطعم خطير. أول حاجة في وصفتنا النهاردة استخدمت نص كيلو من صدور الفراخ ونص كيلو من شيش طاووق. هنبدأ نعمل لهم تتبيلة حلوة عشان نسيبهم على جنب وبعد كده نكمل باقي الوصفة. أول حاجة في التتبيلة حطيت معلقة من الثوم المهروس، وكمان هضيف عليها عصير ليمونة كاملة، وهسيب نص عصير ليمونة على جنب للبطاطس، وهضيف شوية توابل هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. التوابل هضيفها كلها على الفراخ بتاعتنا ما عدا معلقة صغيرة هسيبها على جنب. وبعد كده هضيف كمان روزماري او زعتر، ممكن فريش وممكن كمان مجفف المتوفر عندنا. انا كان عندي فريش هضيفه بالشكل ده، بيديها ريحة وطعم حلو قوي قوي. طبعا دي حاجة اختيارية. وبعد كده هضيف معلقة من المستردة العادية بتاعتنا، معلقة كبيرة من المستردة. واخر حاجة بحب اضيفها هي زيت الزيتون، ممكن نستخدم زيت زيتون، زيت عادي، ممكن كمان زبدة لو حابين. هقلب كل ده مع بعضه كويس قوي. هخلط الفراخ مع الخليط اللي احنا حطيناه كويس قوي قوي، هتبلها كويس جدا وبعد كده هسيبها على جنب. وهنا محضرة في الصينية اللي هتدخل الفرن حوالي كيلو وربع من البطاطس، قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تقطعوها بالأحجام والأشكال اللي تناسبكم. هضيف عليها التوابل اللي انا سبتها على جنب، وكمان هضيف عليها نص معلقة من الثوم المفروم، دي هتديها طعم حلو جدا، نص عصير ليمونة واحدة. وكمان هنضيف زيت زيتون او زيت عادي برضو المتوفر عندنا. وهنخلط كل الحاجات دي مع بعض. عايزة البطاطس تتغلف بالتتبيلة دي كويس قوي، هخلطهم كويس. واخر حاجة بحب اضيفها هي الفلفل الحار، ممكن نضيف فلفل حار او فلفل اخضر، ده اختياري المتوفر واللي بتحبوه. بعد كده هضيف كوباية من الشوربة او المرقة برضو المتوفر عندنا، دي هتعمل صوص حلو مع البطاطس وتديها لون حلو كمان. بعد ما ضفنا الشوربة او المرقة هنبدأ نرص الفراخ اللي احنا تبلناها على البطاطس بالشكل ده. هرصها كويس كلها. وبعد كده اخر خطوة ان انا بغطيها قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190، هغطيها الاول بورق زبدة وبعد كده ورق فويل. انا كان عندي الاتنين مع بعض. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190 متغطية اول 40 دقيقة، وبعد كده هشيل الغطا وبالفرشة هدهن الفراخ عشان تاخد لون حلو وتكمل سوا. جربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناة، وقولوا لي ايه رأيكم في وصفة النهاردة.